أعتقد إنه إحنا جربنا نظام الطيبات غصب عنا، بس النتائج يا صديقي كانت مذهلة. أنا فادي الشيخ يوسف من قطاع غزة، وخليني أحكي لك عن تجربتنا فترة المجاعة داخل القطاع. قبل سنة من الآن يا صديقي كنا في مجاعة صعبة جدا وقاسية داخل قطاع غزة، وما كانش في أي شيء ممكن تاكله. اللي صار يا صديقي كان مع والدي عمره 65 سنة، ربنا يعطيه الصحة. مريض، للأسف مريض سكر مزمن من حوالي 35 سنة، بياخد جرعة 90 ملي في اليوم على 3 مرات، كل مرة 30 ملي. بالإضافة أنه هو عمل عملية قلب مفتوح قبل الحرب في شهر 7، قبل الحرب ب3 شهور تقريبا. فترة المجاعة والدي مع انقطاع الطعام بشكل كامل وتقليص الحصة لكل شخص، يعني احنا كنا ناكل شيء بسيط لكل شخص، بشكل تدريجي بدأ بتقليل جرعات الأنسولين اللي بياخدها لحد ما وصل أنه توقف بشكل كامل عن أنه ياخد جرعة الأنسولين. استمر لمدة شهرين تقريبا أو شهرين ونص دون أنسولين إطلاقا يا صاحبي. كان صحته كتير كويسة، يعني ما شاء الله، بيتحرك بيروح بيجي، التنفس عنده ممتاز. بالإضافة أنه إحنا لما نزحنا من غزة في النزوح الثاني، طلعنا من غزة لدير البلح، بحمد الله يعني كان عنده قدرة بأنه يمشي مسافة يمكن 10 كيلو ويرتاح لمدة 10 دقائق في الطريق. بس يا صديقي هذا كان شيء ملحوظ جدا. وفي قصص تانية في غزة عن أشخاص تعافوا من أمراض سرطانية، وأشخاص كانوا ما بيخلفوا فترة المجاعة رزقوا في أطفال. في قصص يعني كنا نشعر أنه ما يحدث في غزة معجزات. اليوم لما صار الترند في مصر تحديدا وفي الوطن العربي حول نظام الطيبات، بدأت أربط ما بين كلام أو النظام نفسه ما بين ما حدث معنا. أنا مش دكتور، يعني أنا ما بقدر أحدد لك إيش تاكل وإيش ما تاكل. أنا بحكي عن تجربة شخصية قعدنا إحنا فيها لمدة 8 شهور ما ناكلش تقريبا ولا شيء. كنا ناكل حبوب، ناكل رز، عدس كتير، أكلنا عدس كتير، يعني تقريبا يوم بعد يوم كنا ناكل عدس، شوية خبز، حاجات بسيطة جدا 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 يعني، وكميات قليلة بالمناسبة مش كتير. ما بعرف، حبيت أحكي تجربتي الشخصية اللي صارت معي في قطاع غزة، لعلها تفيد البعض. هذا واحد. 2، بتمنى أصدقائنا يعني في قطاع غزة يكتبوا تجاربهم، يعني في كتير قصص موجودة في غزة ممكن تكون سواء مرت عليكم أو على أصدقائكم جيرانكم، اكتبوها. مهم نشارك هذا الأمر مع العالم، لأنه احنا نعتبر تجربة حية جماعية يمكن القياس عليها في لحظة معينة بالمناسبة. فقط يا صديقي، شكرا، وبتمنى هذا الفيديو يعني ينفع الجميع، وممكن يعني ممكن ندي شوية تفاصيل حول ايش الاكل اللي اكلناه وايش اللي ما اكلناه في قطاع غزة اللي وصل فينا لهذه النتائج. بس احنا مش مختصين ولا دكاترة، احنا فقط اصحاب تجربة يا صديقي.